تفارقتيش ما كتقوليش شنو السبب اللي تفارقتي انت وراجلك. والله حتى نعاود لكم بما انني ما كنخبى عليكم حتى قد هيدا نعاود لكم علاش دابزنا بحق لا عاودت لكم غتبقاو تضحكوا هذه السيمانه غتبقاو تضحكوا حياتكم كامله بحال لي انا باقا كنضحك ندابا باقا مصدومه السبب ديال الدابزه اللي دابز معايا. وحنا نهار سيدي صحه سلام كنا مزيانين هانيين بخير فرحانين نشطانين عايشين مربين بنتنا. المهم انا ناقصنا تاخر جات عندي ماما وخوتي ابرار وخوتي وكاملين ومعايا بنت خالتي. جا الليل ايوا لا عاد ضحكوا بحق نضحككم شتيتو قال لك الله خلينا دائما ضحكين. جا الليل عيط له في التليفون كان هو برا في الزنقه في قهوه. قلت له الو حنا جبرتينا في الدار نعاود لكم ستوري اخر. قال لي نعم. قلت له قايش كتعملوا؟ قلت له حنا طيبنا العشاء بحال حنا كنلعبوا اونو. كتعرفوا ديك لعبه اونو كارطه ويا كيقولوا لها اونو. كنلعبوا اونو كنلعبوا واحد اللعبه ميكادو تكون شفتوها عندي في ستوري. عيط له قلت له حنا كنلعبوا كارطه انا وبنت خالتي واختي وخاي وهذا. قلت له جيت تلعب معانا حنا كنلعبوا. المهم كتعرفوا ديك اللعبه غلبني غير اجي تلعب معانا راه غلبوني راه هذا. المهم السيد جانا الدار دخل شد عليه باب دبيت خنبيت نعاس شد عليه باب دبيت نعاس. جيت انا مشيت عنده قلت له ماشي فلان لعب معنا كارطه نضحك معنا شويه. قال لي لا انا راسي كيحرقني. قلت له صافي على خاطر ديالك بحالي شويه شي نص ساعه ولا هذيك. جات عنده ابرار اختي صغيره دقت عليه في الباب هيدا قالت له المهم فلان جيت لعب معنا كارطه ما جاوباش. صافي دوزنا ديك الليله حتى ما بغاش يلعب معانا. عيطنا له غير فوج يجي يلعب معانا اونو ما قلت شي حاجه اللي هذا الشيء يضحك. المهم ديك الليله دازت صافي سالينا تعشينا نعسنا تنغدا في الصباح خرجنا بالطوموبيل. سيدنا من النعاس ما نعرف واش كينوض معصب ما نعرف لصق فيا. علاش البارح كتقول لي اجي تلعب معنا الكارطه واختك ما جا كتدق عليا وانا ما نلعبش معاكم الكارطه. شو لما جينا كتفيقوني وانا راسي كيحرقني ملصق فيه وحال لصق. تعرفوا الرجال ملي كيلصقوا. وكانت معنا ماماه واختو في الطوموبيل. ايوا سير بقات غوت عليا ما تجيش تدق عليا واش من ادب وما فيكمش الادب وما نعرف شنو. ايوا البنات مي عاد تسمع راجل كيقول هيدا على الكارطه شبرت حتى انا لصقت فيه. المهم البنات السيد لصق فيا مع دقوا عليا وعلاش دقوا عليا وانا ما نلعبش. بقى كيغوت ومعنا ماما اختو. الصراحه ماما اختو الله يعمرها سلعه باقي دابا مزيانه معاه. بقى كيغوت عليا على الصباح والشمس وقيله كانت الصيفيه وانا حامله وانا ديجا انا معصبه. والسيد قال لك علاش نعيطوا له يلعب معنا الكارطه. قلت له ما تلعبش معنا سيدي الكارطه. وشكون قال لك لعب معنا الكارطه؟ ومره اخرى ما نعيطولكش تلعب معنا الكارطه وحنايا اللي عيطنا تلعب معنا الكارطه وحنايا اللي مشي. علاش نعيطولك؟ ما نكسروكش وما تلعبش معنا الكارطه. اويلي كاين كدبزو هذا هو السبب. هو كيغوت ما تعيطوليش حنايا من ضمن اللي عيطنا لك وانتنا ماشي وجهد اللعب وانتنا ماشي وجهد الفرحه. المهم البنات انا عارفاكم هادشي يقتلكم بالضحك حق ما عندي نعمل انا نعاود لكم كل شيء والله ما نخبي عليكم. لصقنا في بعضتنا لصق فيا جاني السبب تافه اللي عيلصق فيا بقى كيغوت عليا بكاني نوضنا انا وياه كندابزو ناضت ماما واختو كيفرقوا فينا الدابز والغوات والحيحه. انا ملي كندابز صافي خرجت في حالي مشيت في حالي هبطت من الطوموبيل مشيت في حالي صافي. جينا بحالنا للدار المهم دابزنا دابيزه بوان. المهم حتى شي نعاود لكم صافي السيد جا في حاله جيت في حالي انا للدار وما نعرف فين مشى. لا غدا داز شي 3 ايام وانا ما عرفش انه ما شفتوش. جا للدار زبل بقى كيزبل فيا حتى شبع على الخطر ديالو. قلت انا ساكته انا ما كيعجبنيش نزبل حتى زبلت نوصلوا معاه نوصل معاه الخزيت. قلت ساكته خليته قال التزبل ديالو كامل. المهم نكملكم جا للدار صافي السيد كيبقى يزبل خليته خوا قلبه كامل بالتزبيل. المهم البنات انا ضحكتكم شويه وصافي حتى لا بقيت كنعمل في قلبي راه نمشي لمرات ولا يوقع لي شي مشكل احسن
كنطلقها وكتسرح. المهم حتى انا كيعجبني نضحك. جا زبل مع راسو تا الشبع، قال لي الهضور اللي ما عمري سمعتهم في حياتي، ما خلى ما قالت نوصل في الرجال مي كيبقاو يزبلوا شنو كيبقاو يقولوا، ما كيشوفوا لا تضحيه لا العشره، ما كيشوفوا حتى شي حاجه. السيد صافي جا جمع حوايجو فط ما نزيدش نعيش معاك، ما صافي ما عرف شنو، انا وياك عمرنا ما غنكونوا ديك هذا الخاويين. سكت انا خليته شاف حاله. دابا شي شهرين من تما ما شافني، ما شفتو، ما عيط لي، ما عيط له. صافي شبرت انا، مشيت سمعت محاميه ديالي، مشيت دفعت الدعوه ديال الطلاق ديالي انا. قلت لكم البنات صافي السيد مشى. ديك النهار ما زيد شفتو، ديك النهار ما التواصل بيناتنا مقطوع، بلوكينين ما كنهضرش معاه. صافي هو مشى فحاله، واش انا نبقى نتسناه، واش انا نعيش مدلوله؟ صافي مشيت دفعت الدعوه ديالي الطلاق، عملت محاميه ديالي رفعت لي الدعوه الطلاق، عملت طلاق الشقاق كيتعطل، كيبقى 4 اشهر عاد باش يمكن قادي يطلقك، حيتاش هو ما كيهضر لا طلاق لا حتى شي حاجه. باقي في الاخر ديال الشهر كنقول يا ربي الا جانا الجلسه انسان صافي بغيت نطلق منه، ما بغيتش نبقى صابره 4 اشهر وهادشي نطلق طلاق اتفاقي الشهر، نكون صافي مطلقه مساليه. المهم البنات انا عاودت لكم، ما تبقاوش تسردوا لي في حل هاد الاسئله. صافي انا عاودت لكم دابا كلشي بالحق البنات. شوفوا والله لا مي كيخليك شي انسان وانتنا في العز، اللي في العز يعني في الوقت اللي غادي تكون محتاجه، في العز الحاجه ديالك الخايبه، وكتشوف واحد الانسان مشى في حاله ما وقفش معك، قسما بالله الا كترجع قويه في قويه في قويه في قويه في قويه اكثر من اللي كنتي قويه. قوه كتجي قالك من بعد اي ضربه عليها. كنقول لكم انا ما كرهتش نطلق اليوم قبل غدا، وخا نعرف راسي وما نرجعش نديك الانسان، حيتاش صافي انا واحد الانسانه صافي رجعت قويه، فيا مراه فيا راجل الحمد لله، بالخدمه ديالي بالمشروع ديالي بوليداتي غادي نربحهم. انا بالعكس انا ما معصباش حيتاش حامله، لا بالعكس انا كيعجبوني العواول، انا واحد الانسانه اجتماعيه، كتعجبني الدار ديالي تكون عامره، نولد وليداتي ونربيهم بوحديتي، وعارفه راسي بلي انني قد مسؤوليه وغنكون قادره عليها، حيتاش الحمد لله غنولد وليداتي ونربيهم ونقريهم. ماشي ضروري ان يكون معايا الراجل الدار وقابلت لك العائله. شنو الاحساس ديالك؟ صراحه كنحس بالفرحه. العائله ماشي معايا، العائله داها باها البارح، تبقى معاهم يومين البارح واليوم توحشت، حتى غدا عاد غنجيبها. والسيده اللي معايا اليوم مسكينه جمعت لي الدار وطيبت الغدا، عملت لي شلاضه، عملت كل شيء، صافي مشات في حالها. ما كتكونش العائله كتمشي في حالها بكري. معايا واحد السيده ولا ظريفه الله يعمرها سلعه، وانا ما نقدرش نعمل الشغل مره، ما كنقدر نعمل والو، مريضه مدقدقه غير كنوض، خصني غير نرجع نتماد عاوتاني نرتاح، اما الشغل الدار ما كنقدرش نعملو. السيده معايا مسكينه واخا نخلصها بشحال ما خلصتها ما نوفيش الحق ديالها. تخمل الدار، كتجمع لي، طوي الحوايج، تصبر لي، كلشي كتعملوا لي، انا ما كنعمل حتى شي حاجه. واخا تخلص الواحد شحال ما خلصتي ما تخلصوش في العراق ديالو. تماره الله يسمح لنا منا والله يسمح لنا من اي واحد. ما برافو لك ما خرجتيش تجاوب شي. وانا لكن بزاف د الناس كانوا كيقولوا بلي ان هذاك الشيء غير تمثيل، وانا اللي متفقه معاهم بزاف ما يعايرني، هي متفقه معاه باش يقول ديك الهضور الخايبين.